النهارده لقيت عندي في التلاجة نص كيلو فراخ بانيه وما كنتش عايزه اعمله بالطريقه التقليديه، لحد بقى ما جات لي طريقه في دماغي وقلت ان انا لازم اجربها. اول حاجه انا فرمت الفراخ دي كويس جدا في الكبه، واحسن ان هي تكون مجمده شويه. حطيت بقى على الكلام ده كله شويه توابل كده، هكتب لكم كل تفاصيلها تحت الفيديو، بس يعني اهمها الكزبره الفلفل الاسود والكلام ده. ابتديت بقى ان انا اشكل الفراخ، وانا مش عايزاها تبقى مدوره وفي نفس الوقت مش عايزاها تبقى رقيقه قوي، يعني اعملوها زي ما انتم شايفين. وخلونا ندخل بقى لفقره الشحتفه والعياط، وعايزه اقول لكم ان انا عندي حساسيه، فموضوع البصل ده بيأزمني جدا. المهم حطيت شويه زبده صغيرين، وابتديت ان انا اشوح الفراخ كويس جدا وتاخد لون زي ما انتم شايفين كده. ولما خلاص اتاكدت ان هي شبه استوت، طلعت بقى الكلام ده كله في طبق على جنب، وفي نفس الطاسه بنفس البهاريز يا جماعه نزلت بشويه البصل اللي احنا لسه مقطعينه على معلقه سكر صغيره كده، وابتديت بقى ان انا كرمل كل ده، وفي النص كده معلقه من الصويا صوص. وعايزاكم بقى يا جماعه تهروا البصل. ولما خلاص كل حاجه بقت تمام، نزلت بالفراخ وقلبت تقلبتين حلوين كده مع شويه ميه عشان نجيب البهاريز اللي تحت خالص.